تمام. انا حاليا كنت ماشيه انا وناس صحابي، تمام، ومن ضمن ناس صحابي قرايبي، تمام، احنا بنات ومعنا ولاد برضو، تمام، بس دول قرايبي ومعايا صحابي البنات، تمام. فالمهم لقيت 3 صحاب بيكلموا في التليفون، قالوا احنا لقينا روان، اصورها لك؟ تمام. المهم ان هم شدوا مع بعض، اللي بيقول لكم هم بتوع شارع ومش بتوع شارع وهيتعمل ويسووا. انا كده كده خدت اللايف سكرين وطلبت النجده، احنا طالبين النجده دلوقتي. انا في الكرافت زون، انا بقول لكم اهو قدام الناس انا طلبت النجده، تمام، والنجده هم يجوا يتصرفوا، والصور اللي اتصورت ولقيتها مبعوثه لحد، تمام، هنشوف، تمام، وبس مفيش مشكله. وان شاء الله يوم الخميس انا رايحه نيابه العاشر، لان انا عملت محضر في العاشر، عملت محضر هناك، تمام. انا عايزه اعيش حياتي يا جدعان، انا عايزه اعيش حياتي. انا واحد اتطلقت منه وشهور عدتي خلصت، يعني انا شهور العده بتاعتي خلصت. اتجوز، امشي مع حد، اتخطب، ارتبط، انا حره. واصله لكم ولا مش واصله لكم؟ انا حره، هي مش واصله له ان انا حره. والتلقيح بقى اللي هو عمال يلقحه ومش عارفه ايه، انا ماليش دعوه بالتلقيح. حلو. انا دلوقتي كلمت المحامي بتاعي وكلمت الناس كلها، تمام. انا دلوقتي طلبت النجده والمحامي بتاعي جاي لي دلوقتي. انا كده كده المحامي بتاعي قاعد في مدينتي اصلا، هيجي لي دلوقتي، وطلبت النجده وهم بقى يتعاملوا، مفيش مشكله عادي. وساعات بقى لما هم يتمسكوا يشوفوا مين اللي قال لهم صوروا، عشان هم فضلوا ماشيين ورايا من اول الكرافت لحد ما خلاص كنت بركب الاوبر وماشيه، تمام. معرفش بيقول انا سكرانه او ما بيقولش انا سكرانه. انا قدامكم اهو يا جماعه، طبيعيه جدا في نص الشارع واقفه. فين بقى لو سمحتوا السكرانه؟ لا هم ما شافونيش، هم جم وقفوا ورايا، تمام، وقالوا روان هنا اهي، تمام، لان انا اصلا متصوره قبلها فيديو في الكرافت، تمام. قالوا ده روان هنا اهي، صور. انا واحده لا بتاعت قله ادب ولا بتاعت ان انا ارد ولا الكلام ده. الموضوع خلص على كده. كل حاجه ما توصل له يا جدعان، ملوش حاجه عندي يا جدعان. انا اتطلقت منه، انا منفصل عن، انا طلقته، واصله لكم؟ انا طلقته وشهور العده بتاعتي خلصت، تمام. انا كده كده هطلع باذن الله. انا والله العظيم هصحى الصبح مخصوص اطلع قسيمه الطلاق، هجيب لكم قسيمه الطلاق وانا متطلقه يوم ايه، تمام. بس تمام. وناخد اطلع اخد لقطه قدام الناس. حلو. انا قلت ان هنا كده طلع تاخد لقطه، هي دلوقتي طلع تاخد لقطه ان انا براقبها وان انا بقى انا فاتح لايف وطالع بهزر وبضحك. الناس اللي كلمتني اللي كان بيتريق عليه، تمام. انا هتجوز والله خلاص. ناس محترمه مش قليله الادب شبه الاشكال دي. انا الناس اللي معايا ناس محترمه وناس ذوق وناس متربيه، مش ناس قليله الادب بس. والنجده كده كده جايه دلوقتي والدنيا جميله، يعني كده كده انا صورتهم وهم بيعملوا اللي هم بيعملوه، وهم كده كده يبقوا يتجابوا بقى وينزلوا. ودلوقتي هبعت الفيديو بتاعهم للصفحه بتاعت وزاره الداخليه عادي جدا. انا بعد كده مش هرد بقى لايفات ولا اطلع ولا اقول، لا، انا بس هطلع اقول لكم يا جماعه انا قدامكم كويسه اهو، ولا مسكرانه زي ما اتقال عليا ولا اي حاجه، تمام. كل بعد كده انا همشي اي حاجه قانوني. وكده كده باذن الله يوم الخميس هفتح لكم بقى لايف يوم الخميس وانا في نيابه العاشر من رمضان، تمام. عشان عملت محضر، اي حد هيطلع يجيب سيرتي بكلمه انا مش هسيبه، عشان انا بعيده، لا بلقح بفيديوهات زي ما بيتلقح عليا، ولا بنزل فيديوهات لحد ولا ليها علاقه بحد. واحده عادي شافت حياتها وخلاص الموضوع خلص. كنت بتحايل وكنت عايزه ارجع وكنت ودلوقتي انا مش عايزه ارجع، ودلوقتي انا شفت حياتي خلاص، في شخص جديد دخل حياتي خلاص، الموضوع خلص. مش حاجه ما تخصش حد، اتطلقت وانفصلت وشهور عدتي خلصت. لو اتجوزت من بكره محدش ليه حاجه عندي، وان شاء الله باذن الله هتجوز قريب. بس خلاص يا جماعه، هو الله يسهله وانا الله يسهل لي. لكن حد هيجي عليا ولا هيتكلم عليا ربع كلمه مش هسيبه،
تمام. وكده كده المحامي بتاعي عارف باللايف اللي انا فاتحاه ده بس، والموضوع خلص، خلصناه خلاص. فاتح بقى السبيكر مش فاتح السبيكر حاجه ما تخصنيش، حاجه اصلا تخصني تطلع على لايف دي في ساعتها اقضي فيها، اللي هم يطلعوا يفتحوا عليا ويفتح السبيكر اصلا واحد يتكلم عليا او يجيب سيرتي، دي حاجه انا اقضي فيها بس عادي ما فيش مشكله. تمام. وكده كده كل حاجه هتمشي قانوني، مش همشي لايفات ولا هرد بقله ادب ولا هلقح بالكلام زي ما بيتلقح. ده مش عارفه ايه في مدينتي، ده مش عارفه ايه في مدينتي، ده مش عارفه ايه في مدينتي. لا انا قاعده في مدينتي لان انا اهلي اصلا، عشان بقى اوصل لكم يا جماعه، اهلي انا عندي هنا اهلي هنا في مدينتي، اونر هنا عندهم فيلا جنب السويس كده. تمام. ده اوضحها لكم اكتر، اهلي هنا في مدينتي، انا قاعده في بدر بس انا عندي اهلي هنا في مدينتي الحمد لله يعني. بس يلا يا جماعه اشوفكم على خير. تمام. وكده كده انا معاكم في فيديوهات لايفات، ده بقى مش طالعه لايفات تاني. يلا يا جماعه باي. ساعة المشاكل ما شفتش حد خالص والله، ساعة المشاكل ما شفتش حد يرد عليا ولا حد يرن عليا يحل معايا. الاونر اونر حبيبي يا اونر. بنتي عيش عيشة اهلك يا بنتي، عيش عيشة اهلك، سيبك من اللي انت بتعمليه ده. احنا هنعيد الحوار الزفت ده تاني. عيش عيشة اهلك. اصل طالعة بتقول هنعيد الحوار الزفت. انا اهلي اونر في مدينتي. طب اهلك يا ابني ابعد عني. ايه ده بس ايه ده؟ انا اتكلمت. انا عارفه وانا في الزفت اللايف وشايفه وسامعه. انا اتكلمت. مالك حوار من دون حوار. انا اتكلمت. انت عارف اللي هي بتاعت فضايح. يا ابني اقفل لي على الموال ده بقى. انا اتكلمت. اقفل لي على الموال ده. انا اتكلمت. انا قاعد في اللايف فاتح اللايف، ناس صحابي كلموني والله في كذا 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 كذا. قول لهم خلاص وانا سامعاك وانت بتقول لهم خلاص. طيب انا مال ميتين انا بقى. هي هتسيب الكل وهتمسكك انت. هي هتسيب انا مالي انا مالي ولا قلت لهم اعملوا ولا سووا ولا زفيتوا ولا كلام. انا مالي انا. اقفل الزفت ده خالص، ما عندناش عايزين. اقفل الزفت ده اللي هيجيب لنا وجع الدماغ ده. يا احمد يا شيخ، يا احمد يا شيخ، انا فاتح لايف دلوقتي يا ابني، في ناس زمايلي كلموني قالوا لي في كذا 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 كذا. دي واخده على المحاكم واخده على قول لي بس، اصل طلعت تحلو قدام الناس، اصل انا اهلي في مدينتي اونر. اهلي كل وفين اهلك دول؟ خلاص بقى فين اهلك دول ساعة المشاكل وبتاع؟ وبتاع؟ هو الاسود ده هو اتطلقت وما اتطلقتش؟ هو احنا خلصنا ما خلصناش؟ ارحم ميتين اهلي بقى يا اعمل ايه طيب يا ام؟ اعمل ايه وانا فاتح؟ والله ما اتكلمت. طب اقفل ام الخرا ده بقى واقفل. والله ما اتكلمت، اقسم بالله ما اتكلمت في حاجه. هي كل حاجه تطلعها على علم وهتطلع مصدر اكلك غلط. هي واخده على كده اصلا، هي ده اللي هي عايزاه وانت بتنولها اللي هي عايزاه. انا ما اتكلمتش اصلا. ما تفتحش ام سيرتها خالص. انا اعرف دلوقتي انها كانت في زفت مدينتي مع ما حد. تفتحش سيرتها مع اي مكان. انا اعرف دلوقتي انها كانت في مدينتي مع في حد. مدينتي ولا في خرا؟ انا مالي؟ احنا مالناش دعوه بيها. طيب انت بتكلميني انا مالناش دعوه ليه؟ بيها يا عم. انت بتكلميني انا ليه؟ بتكلميني انا ليه؟ واللي بيتصل عليك ده بيقول لك بمناسبه ايه؟ طب مش عارف اللي انت هو ما يعرفش، ناس مش بتوع التيك توك، ناس بتاعت شارع بتكلمني بتقول لي الامر في 1 2 3 4. قلت لهم يا جدعان ما فيش حاجه اصلا بيني وبين الشخص ده، ولا حد يصور ولا حد يكلمهم ولا بتاع. واقفه مع الدنيا كلها. احنا من قول لهم خلاص، وانا سامعاك وانت بتقول لهم انا ماليش علاقه بيها. طب اعمل ايه تاني بقى؟ ما انا قلت هي للناس فتح وراك، هم اللي بيتفرجوا عليك. شويه العيال بيروحوا يقولوا لها هم نفس الكلام، بيوقعوا بينكم. العيال اللي بيتفرجوا عليك هم اللي بيروحوا يقولوا لها، وبيروحوا يقولوا لها وبيجوا يقولوا لك. احنا مش فاضيين بقى للقرف ده يا عم احمد، احنا عايزين نفوق من الخرا ده. احنا بقالنا سنه في خرا. والله ما اتكلمت قسما بالله. خلاص والله ما اتكلمت. ارحمني وارحم نفسك. ارحمني وارحم نفسك وابعد عن البنت دي اصلا خالص. انا بعيد، انا اتكلمت. مش هي تتجوز؟ لا ما الف مبروك. ما تتجوز ما تتجوز. اطلع اقول لها واعمل لها فيديو. ما تتجوز يا ست. انا مالي؟ انا اصحابها ذات نفسهم بيخشوا على الواتس خلاص يا عم بيبعتوا لي صور خلاص يا حاجات مش كويسه وما رضاش. انا مالناش دعوه مالي؟ بيها. انا مالي؟ مالناش دعوه. مالناش. هي ربنا يسهل لها واحنا ربنا يسهل لنا. انا بتكلم ان انا ما طلعش اتكلمت في حاجه. هو موضوع انقفل. انا ما اتكلمتش في حاجه. مش قلت قدام الاستاذ محمد الموضوع ده خلاص؟ طب ما انا اتكلمت. انا اتكلمت في حاجه؟ ولا طلعت جبت سيرتها ولا اتكلمت عليها ولا قلت حاجه؟ هم راحوا قالوا لها ده بيتكلم. مش قالوا لها. هو كل الموضوع انا فاتح لايف المحاكم علت على قدها واللي سمع عدت على
الذهب هي اللي والفضاء. يا ست اسمعي كلام ارحم كلام بيتقال خلاص. الحكومه فاضيه لها. هتحبس نص العاشر يعني؟ نص العاشر هتتحبس. انت السبب في ده كله، انت اللي وحلتنا الوحله الخاره دي، مع ان مش عارفين نخلص منها، لا منها ولا من ريحتها. كل شويه طلعنا بحوار، كل شويه طلعنا بفضايح، كل شويه طلعنا على قنوات، وما فيش الا احنا وهي. ما خلاص اتطلقت وراحت وربنا يصلح حالها. يا رب تتجوز احسن منك 60 مره. احنا نكون انا ما مبسوطين. اتكلمتش في حق. ايه اللي مخليها تطلع لايف يا ست؟ حصل معاك الموقف ده خلاص. ما تحلي بينك وبين نفسك بقى تعملي لا هي مش هتحلها لا قدام الناس، عشان اللي شكلها واللي زيها يقعدوا يحاسبنوا عليك. هي عايزه كده، اللي شكلها واللي زيها واللي مسلطاهم عليك يحاسبنوا عليك في الكومنتات. اقفل لنا بقى الخرا ده، وان كان ده باب رزقك كيفله يا عم، مش عايزين. يا ست انا فاتح عشان الناس اللي متابعانا الناس اللي بتحبني. انا فاتح لما انا قاعد بقالي ساعه معاهم بتكلم راحوا معاهم. قالوا لها ده بيقولوا بيعيد اهو. مش راحوا قالوا لها، هي الناس اللي بيقولوا صوروها مش عارف ايه، فطلع لايف بقى تحكي للناس يعني الناس صورتنا اهو ومش عارف ايه. لكن انا قاعد في لايف عادي ولا اتكلمت. حتى لما الناس رنت عليا اصريت ان انا افتح مش عارفه، انا ما كنتش عارفه عيشه البني ادمين. اسمعي بس عشان ما بحبش الكلام كتير، عشان خلقي طب ضيق. اقفل الزفت ده بقى. طب خش بعد اذنك جوه يلا. خش جوه بعد اذنك يلا. ما عدتش تتكلم في الدنيا. ماشي حاضر. طب خش بعد اذنك يلا. سيبها تتكلم وتقعد تروح ماشي. المحاكم وسيبها تتبلى علينا زي ما اتبلت علينا بالقضيه اللي هي فاتحاك بيها. تقول اتنزلت واتنزلت وهي واخده حقوقها كلها. هي قضيه التبلي بس اللي احنا ضربناها وسرقناها وسرقنا التليفون اللي كانت طالعه تذبحنا بيه. خلاص ده اللي احنا سرقناه منها وضربناها. يا عم خلاص طيب. طب خلاص طيب بعد اذنك خش. خش بقى خلاص. بعد ما مشيت باسبوع. طب خلاص بعد اذنك خش يلا. هي دي القضيه اللي كانت ملفقاها لنا انا وانت واخواتك اللي حسبي الله ونعم الوكيل فيها، واللي مشي معاه في المشوار ده اصلا. خلاص ملوش لازمه بقى الكلام ده يا هو ايه القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ واحنا مش عارفين نخلص منها خالص. والله ما كلمتها. خدت حقوقها على داير مليم مؤخرها وكل حاجه خدتها وعفشها كله. ما بتبعدش عننا ليه؟ هي بتاعت حوارات واحنا مش عارفين نطلع نتكلم ونطلع نقول. اقفل لنا على الخرا ده بقى. انت اللي جبت لنا المصيبه دي، انت اللي جبت لنا المصيبه دي. احنا كنا زيها ولا شكلها اصلا.